مساء الخير عليكم اصحاب مشاريع الخياطه واللي حبيتوا تحلوا ورشه خياطه. اليوم جبت لكم هذا الفيديو بعد غياب، سامحوني على الغياب، على بالكم راني مع الحمل اللي على بالهم تسمى مع الخدمه وكامل، ولا غير نقصت اليوتيوب. مي حبيباتي بعد ما جيتوني في انستغرام وبزاف اللي قالوا لي كيفاش نحلوا ورشه خياطه من الصفر، يعني اللي حبت تحلها في دارها، اللي حبت تسجلها قانونيا. اليوم جبت لكم كامل المعلومات كيفاش راح تقدري تحليها سواء في دارك ولا قانونيا. تبعي حبيبتي الفيديو حتى الاخر. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش يلحق كامل الجديد تاعي. كيما على بالكم باللي الخياطه راهي مهنه العصر، اللي ما خدمتهاش دركا ما راحش في عمرها تخدمها، باسكو الناس راهي على اقبال كبير عليها، بزاف اللي راهم ناجحين فيها. حبيباتي عماله بزاف كاين يحبوا يحلوا ورشات وما عرفوش كيفاش يبداو، ما عرفوش طرف الخيط. ايبا هذا الفيديو راح يشرح لكم خطوه بخطوه. جبت لكم حوالي 5 خطوات تخليك تحلي ورشه خياطه وانتي مغمضه عينيك. نبداو على بركه الله. حبيباتي الغاليات، اول خطوه ديريه هي حددي نوع الورشه. كيفاش نقولوا تحددي نوع الورشه؟ باسكو محال راح تخدمي شغل بزاف لي كاتيجوري في مره واحده. نحاول باللغه العربيه باسكو بزاف اللي قالوا لي حاولي تهضري باللغه العربيه احسن فصحى. شوفي نوع الورشه معناتها تحددي نوع الملابس اللي حتخيطي فيهم، سواء ملابس نسائيه ولا رجاليه ولا خياطه وتصليح ولا خياطه واكسسوارات. كيفاش خياطه واكسسوارات؟ كيفاش؟ شوفي الا كنتي حبيتي ملابس نسائيه وهذا اختصاصك، زعما جلاب، زعما حجابات، زعما لي زونسومبل. خياطه رجاليه كيما قشابيات، كيما جلالب، قندورات، كيما زعما السراول هذوك تاع الصالات، الاقمصه. المهم حبيبتي ثاني عندنا خياطه وتصليح، انك تحلي ترقعي للناس وتخيطي لهم عفايس يجيبوهم لك. عندك خياطه واكسسوارات كيما الحقائب، المفارش، الستائر، كيما نقولوا لهم رداوات، الاخر الشورى. هذه هي انواع الخياطه اللي تقدري تخيطيها. انت حددي المجال اللي راكي فيه والمجال اللي تحبيه. نصيحه مني ديري مجال واحد، باسكو تخلطي المجالات انا نقول لك ما حاش تنجحي. المهم حبيبتي عندنا الخطوه الثانيه لازم تركزوا عليها، المكان والتجهيز. كيفاش نقولوا المكان اللي راح تواسي فيه. الا عندك في دارك الا حبيتي ديري في دارك معناتها ما راحش تسجلي روحك ولا ديري في دارك عادي، تكون عندك بلاصه في بيت ولا شامبره في دارك ولا كوزينه قديمه ولا. المهم حبيبتي تقدري تحطي فيها ماشيناتك وتبداي دوقا دوقا. بصح الا حبيتي معناتها راح تسجلي روحك لازم تروحي تكري، باسكو تحقي في التسجيل نورمالمون عقد الكراء هذاك. تبداي تهيئي المكان من بروده، باسكو باش تخيطي في البرد تريسيتي لازم تكون بيا في هذاك البلاصه. المهم حبيبتي لازم تهيئي المكان تاعك تكوني حتخيطي فيه. عندك حاجه واحده اخرى، الادوات الاساسيه واش تستحقي باش تبداي خياطه. هذه كاين زوج ماموني درت لكم في هذه القناه، باش لا في هذه القناه. المهم الا ما درته لكمش راح نعاود ندير لكم بالتفصيل واش تسحقوا كتحلوا اتولي في الدار وكتحلوا اتولي كبيره، معناتها اتولي فيها اكثر من عامل. هنا كما راكم تشوفوا قلت لك تسحقي ماكينه خياطه سرجي ودروات. عندك سرجي والدروات لازم يكونوا عندك، وعندك ماكينه منزليه. بالنسبه للورشه اللي حبيت تكون اكثر من ماكينه خياطه، معناتها هذه ورشه صغيره ورشه كبيره، راح ندير لكم شحال ماكينه تسحقي شحال في الفيديوهات الجايين، لكن راح تسحقي على الاقل 4 ماكينات خياطه وزوج سوجي، وحده 5 فيل وحده 4 فيل. اما بالنسبه اللي تكون الورشه صغيره تسحقي وحده سوجي تكون 4 فيل ولا 5 فيل على حسب نوعيه الحوايج اللي حتخيطيهم نتيا. عندك ميكوات بخاريه اللي لازم، باسكو الحديد هو نصف الخياطه حبيبتي، نصف الخياطه هو الحديد. الا ما حددتيش مليح ما راحش تقدري ديري والو، خياطتك ما حاش تكون بيان فيني. عندك طاوله القص، طاوله انت الحجم اللي تحبي تكون فيها. الحجم الكبير الا كنتي راح تفصلي حجم كبير، واللي حتبداي على قيسك حجم صغير. عندك المقص ماشي شرط يكون كهربائي الا كنتي بديتيها كبدايه صغيره، سينو كاين كامل انواع المقصات الكهربائيه من الصغير للكبير، كاين حتى بمليون ونص تقدري تشري. عندك متر غوبون، المتر لازم تكون عندك باش تقيسي بها اكيد. الدبابيس، الخيوط راح نقول لكم شحال الخيوط في الفيديوهات الجايين، شحال حتسحقوا في كل نوع من انواع تاع لي زاتولي اللي حبيتو تحلوهم. اقمشه متنوعه، القماش تشريه على حساب لاتولي تاعك اللي حبيتي ديريها. شوفي
على حسب نوعية المشروع، إلا كان حجابات ولا كان الآخر. تبداي تشري بليغام وتحوسي تشري من باب أحسن وأحسن، وتشوفي الاخر كونفيونس. وكي تروحي تشري ماذا بك تدي انسان يعرف، وإلا كنت ما لقيتيش انسان يعرف لازم ما تلعبيش، لازم تلعبي روحك انك تعرفي، باسكو راح يغشوك بزاف في القماش. عندك خزانه تخزني فيها ولا لي زيتاجر، وكراسي لازم تكون مريحه سبيسيال تاع الخياطه. عندك الخطوه الثالثه الإجراءات القانونية. إذا كنت حابة تبدأي بطريقة رسمية، تروحي للبلدية. الحاجة الأولى تروحي للبلدية تطلبي سجل تجاري، نشاط خياطة، تقولي لهم حبيت ندير سجل تجاري، عندي نشاط خياطة. الحاجة الثانية تسجلي في الضمان الاجتماعي كاسنوس، تروحي تدي السجل التجاري تاعك، تروحي لكاسنوس تسجلي، تقولي لهم باللي انا عندي صاحبة مشروع نخدم عند روحي، راح تسجلي في لاكاسنوس. الحاجة الثالثة اللي تقدري ديريها تطلبي بطاقة الحرفي من غرفة الصناعات التقليدية. هذه لازم تطلبيها، راح تستحقيها غرفة الحرفي بزاف، صدقيني حبيبتي، راح نهضروا عليها في الفيديوهات ان شاء الله الجايين. هاد الخطوات نعطيهم لك خطوات بسيطة هكا باش تسوري روحك، يعني باش تكوني عندك لاسونس وتخلصي لاسونس تاعك. سا ديبون كل عام بالعام كما حبيتي تخلصيها تفاصيل. من بعد كي تروحي تما راح يمدولك. عندك تطلبي بطاقة الحرفي قلناها. كاين حاجة واحدة اخرى حبيبتي، هذه الإجراءات تساعدك باش تستفادي من الدعم والمعارض حتى القروض المصغرة. أنا كاين خطوة ما درتها لكمش، هي كيفاش تستفادي من قرض، على خاطرش القروض كلها ربويه تقريبا، كاين قرض واحد واقيلا ماشي ربوي، والله اعلم. المهم حبيباتي، عندنا الخطوة الرابعة تعلمي التسويق. الحاجة اللي دايما نركز لكم عليها هي التسويق، سواء تبيعي بالقرو تبيعي بالديتاي، لازم التسويق في فيسبوك ولا الريلز في انستغرام. شوفي حبيبتي، اكتبي الاسعار، الموديلات وريهم، صوريهم بيان وريهم، تصاور. عندك مكتة تستلمي مع تخدمي الشركات، تخفيضات، بداي بسومه قليله هكا باش تكسبي الجمهور. سما مع حاجه مع الاول دائما ننصحكم ما تربحوش بزاف، ربحوا مي ما تربحوش بزاف، من بعد بالعقل راح تواسوا باش تزيدوا السومه حتى تولوا عندكم جمهور وناس يحبوكم ويعرفوا لا فينيسيون تاعكم. لا فينيسيون الاتقان هي اهم حاجه تقدري ديريها حبيبتي باش تكسبي لي كليون تاعك. كاين حاجه واحده اخرى، الناس اللي تحب تبيع الجمله تروح لمواقع الجمله، يدي زعما راجلك دي شانتيون هكا، زعما كابل لازم تكون عندك طوموبيل، تدي يوقف تما ويجوا الناس يشوفوا، من بعد اللي عجبته الخدمه لي فينيسيون لازم تكون مع الوقت هذا الحاجه، زعما كيما الطابليات في وقتهم، الحجابات كيكون كاين البيع بزاف، الناس اللي عجبتهم السومه وعجبتهم الاخر راح يولوا يشرو عنده اونغرو. الخطوة الخامسة والأخيرة، ديري دفتر خاص. هذه الخطوة مهمة بزاف، ديري دفتر خاص، واش دخلتي، شحال بعتي، شحال شريتي القماش، شحال شريتي الألف، راك تحسبيها شحال شريتي الخيط، شحال خسرتي. إلا ما كانش عندك دفتر خاص كراس كيما نقولوا خاص تسجلي فيه كل ربح وكل خسارة وكل حاجة زدت عليك، شحال تخلصي الخدامين، شحال هذه ما راحش تنجحي، باسكو كل حاجة في الدنيا هذه بالتخطيط. إلا ما خططتيش بيها ما حاش تنجحي. الألفراك الصغيرة سورتو في البداية تحسبيها، هذيك الألفراك هي اللي تقدر تربحك تقدر تخسرك. زعما تلقاي قماش بنفس النوعية زعما ألفراك بيناتهم تقولي ما نستناش هذاك يحل نشريه، لا استني هذاك يحل وتشريه، باسكو الألفراك في المتر فيها ديفيرونس كبير. 500 في الاخر تاع البرا ولا في الخيط فيها ديفيرونس كبير، صدقيني حبيبتي. انا حبيباتي الغاليات لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون فدتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل الجديد تاعي، واي سؤال في التعليقات. الى اللقاء.